السلام عليكم. أترون هذه هي الكعبة المعظمة والقبلة المؤممة والبنية المحرمة. هذا أول بيت وضع للناس. قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهي بيت الله الحرام. قال سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الغاية من وجودها فقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهي والله أشرف بقعة وأطهر ساحة وأكرم عرصة. ولكن ومع ما لها من كريم الفضل وسني القدر وعلو المرتبة وعظيم الحرمة، إلا أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتها. فقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة، فنظر إليها وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك وما أطيبك وما أطيب ريحك، والله لحرمة المسلم أعظم عند الله منك. هكذا يقول النبي للكعبة. فهذه رسالة أبعثها من جنبات البيت الحرام ومن جوار الكعبة المشرفة إلى كافة المسلمين المتقاتلين: أن كفوا أيديكم واتقوا الله. وإني أذكركم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما خطبها هنا فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأذكركم قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فالله في دمائكم، فوالذي حرم هذه البلدة وله كل شيء، إنها لفتنة عمياء صماء فاجتنبوها. نصيحتي يا أخي المسلم أن لا تلقين الله غدا وأنت قاتل أو مقتول من أجل الدنيا، فوالله لتؤوبن بالعيبة ولترجعن بالخيبة. أما أنتم يا معشر العلماء فإني أحلف بين الركن والمقام أنكم لو أردتم واجتمعتم على إطفاء الفتنة لانطفأت. فأنتم والله مسؤولون ومحاسبون، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. الأمة تحترق يا معشر المسلمين، فطوبى لمن جاء بقلة من حكمة أو بذنوب من صبر فأراقها على هذه الفتنة علها أن تنطفئ. فمن لم يجد فليغترف غرفة بيده من ماء الصمت فيصبها على هذه النار الملعونة، أو ليغلق فمه فلا ينفخ فيها. فهذا بلاغ للناس وإقامة للحجة وتبرئة للذمة. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.